السلام عليكم. رسالة من القلب قبل الزلزال الأخير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا: من غشنا فليس منا. في واحد كان عايز يبيض شقته، قال للمبيض: دي الشقة ديت هتكلفني كام عشان أبيضها؟ مش تبييض بس، تبييض وشغل وكده. اسمعوا اللي حصل. العامل استلم الشقة بمقابل 30,000 ليرة، وقال: أنا أعمل لكم الشقة أخليها لكم كويسة جدا. قال له: خلاص ماشي. قال: خد فلوسك. بعد حوالي شهر بالظبط جاء العامل الأسطجي يسلم صاحب الشقة، قال له: اتفضل شقتك. صاحب الشقة اتصدم، قال له: ايه ده؟ قال له: احنا ما اتفقناش على المنظر ده. العامل قال له: على قد فلوسك، الشغل ده على قد فلوسك. ينفع الكلام ده؟ رسالة إلى كل إنسان، سواء كان واحد ائتمنك على عمل فلازم تقضيه على أكمل وجه. ما تخدعش حد. تحاول تفكر وتتذكر الكلمة ديت: من غشنا فليس منا. الحاجة التانية: إن الشيطان يعدكم الفقر. وأقول لك على حاجة كمان: الدنيا متاع الغرور. أحيانا الشيطان ممكن بيلعب في عقلك ويقول لك: يلا أنا أكنز وأخد فلوس من الراجل ده. إحنا بنسمع عن عمليات نصب كتير وظلم كتير. ليه الراجل بيغلي الحاجة اللي هي تمنها المفروض تمنها 10، الراجل اللي بيعملها 15؟ ليه؟ فأنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا جدا. احنا شايفين اللي بيحصل حوالينا، الزلازل اللي حوالينا. خلاص انت مش تقدر تضمن عمرك. انت ممكن في لحظة عمرك ينتهي، بس بعد ما ينتهي بعد كده إذا أنت ظلمت حد في الدنيا، تخيل دعوة المظلوم: ليس بينها وبين الله حجاب. علشان كده رجاء اتق الله، لأن الحياة اللي انت عايشها ديت، اللي احنا عايشينها جميعا، حياة مؤقتة. حياة اللي احنا شايفينها ديت مؤقتة. وأي حاجة، اسمع مني الكلام اللي أنا اكتشفته، أي حاجة بناخدها وبنستمتع بيها هي متعة لحظية. اسألوا أصحاب الملايين، اسألوا الناس اللي كان نفسهم يشتروا عربية آخر موديل واشتروها، وبعد ما ركبوها بقت عادي. طيب انت ممكن ما تسألش الناس دي. خليني أقول لك مثال واقعي أكتر. فاكر مش انت كان نفسك تجيب تليفون ماركة كويسة جدا، وده كان حلم حياتك، ولما جبته أصبح عادي بالنسبة لك؟ ثواني، خليك معايا. التليفون ده أحيانا أنا وانت، أديك الوقت مثال، كان نفسي أجيب تليفون زي كده، ولما جبته دلوقتي بركنه بستخدمه تليفون. إنما هي متعة لحظية. أحيانا الناس يقولوا لك: أنا نفسي أشتري بيت جميل جدا على البحر، أو نفسي أشتري أي حاجة، ولما يحصل عليها بعد وقت بيزهق. يعني الحياة اللي احنا عايشينها ديت هي حياة الغرور. علشان كده رجاء انقذ نفسك قبل الزلزال الأخير. الزلزال ممكن يحصل امتى؟ الزلزال هو ميعاد موتك. الزلزال لما يحصل لحد خلاص بيموت. انت ممكن، يعني تعددت الأسباب والموت واحد،
في أي لحظة الواحد ممكن يموت وينتهي. علشان كده رسالة إلى أصحاب العمل، رسالة إلى رجال الأعمال، رسالة إن الناس اللي بيجولهم زباين، لا تخدع حد يا راجل، ما تخدعش حد، وانت كمان ما تخدعيش حد، لأن الحياة ديت مش مستمرة. هي دي كانت رسالتي. انتوا عارفين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم من الناس والله كانوا بيتمنوا يحصلوا على فلوس وخلاص من أي سبيل، من أي طريق، وبعد كده حصلوا عليها من طريق الحرام، وبعد كده إيه اللي حصل؟ أحكي لك مثال. أنا ابن سوق، وابن السوق هنا وعارف كل حاجة. أحكي لكم مثال. واحد مظلوم اتصل بيا قال لي يا علي واحد نصب عليا، وبالفلوس اللي نصب عليا بيها أنا اتقهرت ورفعت إيدي للسماء وقلت يا رب انتقم منه، يا رب انتقم منه، ظلمني يا رب. في خلال أشهر الراجل اللي نصب عليه ده اتشل، وفي المستشفى دلوقتي، وحاله بقى صعب جدا. خلاص الراجل بيسأل الدكتور يا دكتور الشلل اللي انا فيا رجليا ما بتتحركش يا دكتور، في امل؟ الدكتور ما فيش امل يا دكتور، انا عندي يا دكتور حساب في البنك اقدر يعني ادفع اللي انتوا عايزينه. الدكتور قال له للأسف ما فيش خلاص. طيب الرسالة ديت لكل إنسان لازم يتقي ربنا، إني ما يخدعش حد ولا يظلم حد. يا راجل الناس جاتلك وعلشان تثق فيك وتؤمنك، والراجل يبقى شغال سنين. انت عارفين المثال اللي انا حكيته من شوية دلوقتي؟ راجل علشان يعمل شغل في بيته جاب الصنايعي قال له اعمل لي الشغل ده يكلف كام؟ 30,000 ليرة. وبعد كده بعد ما خلص عمل له شغل اي كلام، وبعد كده جاب يسلم له الشغل قال له ده على قد فلوسك. انت عارف يا صنايعي لو كنت صادق من البداية وكنت شرحت له قلت له 30,000 ليرة دول هيعمل لك الشغل كذا، وإلا أحسن ما ان انت تخدعه. تعرف 30,000 ليرة اللي بتقوله على قد شغلك ده اشتغل فيهم كام سنة؟ يعني انت كل واحد عنده ظروف خاصة. الراجل اللي اتصل بيا قال لي يا علي واحد نصب عليا وعرفت حكايته وبقى اتشل في المستشفى، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قال لي والله يا علي دعوت دعوة من القلب، يا رب أنت المنتقم فانتقم منه شر انتقام. انتقم منه، ضحك علي يا رب، ظلمني يا رب، خدعني يا رب، فانتقم منه. 3 شهور بس الراجل جاله شلل في رجليه. تعرفوا الراجل عنده كم سنة اللي جاله الشلل ده؟ 37 سنة، يعني شاب. شوف تخيل بقى انت من 37 لغاية بقى الممات، ممكن يكون عمره 60 80 70 هيفضل مشلول. الدكاترة قالوا مفيش حل. احكي لكم على الافظع من كده، اسمعوا الافظع. لما الراجل كلمني قال لي يا علي انا عرفت كل حاجة عن حكاية الراجل اللي ظلمني عشان قلبي محروق. قال لي تعرف يا علي ايه اللي حصل له؟ قلت له ايه اللي حصل تاني؟ قال لي الراجل ده ما نصبش عليا بس، نصب عليا وعلى حد تاني، وبقى عنده حوالي في البنك بالظبط، قال لي بالرقم ده 450,000 دولار، وعنده 3 بيوت. الراجل ده تواصل مع واحد في لندن
مستشفى، دكتور متخصص قال له انا اقدر اعالجك، وبس عشان العلاج ده انت لازم يعني تدفع حوالي بالظبط 600,000 دولار. طبعا مفيش احسن من صحة الانسان. 450,000 دولار اللي هذا الرجل اللي تبع شيطانه، اللي سمع كلام نفسه وهواه، أضله هواه. شوفوا النتيجة. إن يعني أقول لكم على حاجة، الشيطان يعدكم الفقر وربكم يعدكم مغفرة منه وأجرا. مفيش أنا أكمل لكم الحكاية دلوقتي اللي حصل مع الراجل ده، بس عايز أقول والله العظيم مفيش أحسن من الطريق مع ربنا. إنك يا راجل يا جميل، يا امرأة يا جميلة، إنك أي واحد فينا إنه ما يكونش ظلم حد، يقدر وهو نايم كده يحط دماغه على السرير وقلبه مرتاح وعقله وضميره ما بيفكرش في أي حاجة بتقلق ضميره، لأنه ما ظلمش حد. نعمة كبيرة. ولما عقلك وضميرك رايق هتتجه لوظيفتك الأساسية اللي هي إيه؟ ربنا خلقنا ليه؟ عشان نعبده. طب نعبده إزاي؟ الطريق ربنا إزاي؟ أوصل لربنا إزاي؟ ناس كتير سألوا السؤال ده وأنا منهم، والحمد لله وجدت الحقيقة. ابحث عن الحقيقة. نصل لربنا ازاي؟ ازاي نصل بربنا؟ احنا معظمنا الحمد لله كلنا مسلمين، لكن ما زلنا حزنة. 4 أيام في الأسبوع سعداء، 3 أيام حزناء، أو الصبح سعداء بعد الظهر حزناء. اهدى. أوصل للحقيقة ازاي؟ الطريق لربنا يا جماعة ازاي؟ الوصول لربنا ازاي؟ الجواب بعد سنين من البحث. الجواب هو الحب. الحب. ربنا هو الحب. ربنا هو الحب. علشان توصل لربنا ادي حب لروحك اللي هي بين جنبيك. بين الروح هنا يا جماعة بين جنبيك، ونفخنا فيه من روحنا. ربنا بيقول ايه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا أقرب من حبل الوريد إلينا. قد إيه ربنا قريب مننا. يعني إحنا بس محتاجين والله ندي الحب لروحنا. ندي الحب لروحنا، مش محتاجين أكتر من كده. الطريق أسرع طريق لربنا هو إنك تدي حب لروحك. روحك اللي تبع ربنا. ادي حب لروحك، وبعد كده لما تدي حب لروحك وتداوم على الحب ده هتلاقي وقتها يجي وهتحس ربنا بيديلك أضعاف الحب ده. وفي اللحظة ديت والله لن تشعر بالوحدة. لن تشعر بالوحدة، وهتحس بالجنة. ولو حسيت بالجنة قبل ما الجسد يموت مبروك عليك الجنة، وهتضمن الجنة. ناس كتير بيقولوا أنا إزاي أعرف أخش الجنة ولا لأ؟ الجواب إليك الجواب. لو عشت الجنة، لو دخلت الجنة قبل ما جسدك يموت ويفنى بأي سبب، زلزال، حادثة عربية، أي حاجة، عمرك انتهى،
اهم حاجة قبل ما نفسك يتقطع عندك الفرصة، قبل ما نفسك ينقطع عندك الفرصة انك تخش الجنة. هتخشها ازاي؟ تدي حب لروحك. انقذ نفسك يا حبيبي، انقذ نفسك يا حبيبي، ادي حب لروحك. الكل مغادر، كلنا سايبين الدنيا. اقعد مع نفسك 5 دقايق، اقعد مع نفسك، فكر كده تفكير منطقي. كلنا تاركين الدنيا، وكل لحظة فيها كل حاجة انت شايفها متعة بتنتهي في لحظتها. أمثلة: أكلة كباب جميلة تاكلها في لحظتها المتعة، بعد كده بتنتهي. أي حاجة بتنتهي. علشان كده الدنيا دار مؤقتة مش مقر. يعني الآخرة اللي هي بعد ما الجسد يفنى احنا هنخش الجنة. ازاي؟ تدي حب لروحك قبل ما الجسد يفنى. عندك فرصة دلوقتي، انا عندي فرصة وانت عندك فرصة، بس تأكد الشيطان ما بيلعب. الشيطان مش نايم، الشيطان قوي جدا جدا. حتى حاول 2 دقيقتين يا عمي، 2 دقيقتين بس، 5 دقايق بس كل يوم. ادي حب لروحك، اقعد مع نفسك، حط التليفون على جنب، اعمله صامت، غمض عينك، بص اعمل التمرين ده كأنك ايه. مش لازم تقول الكلام ده بس عشان اشرح لك. بحبك يا روحي، بحبك يا ربنا، بحبك يا خالقي، بحبك، بحبك لك انت ومش عايز اي مصلحة. بحبك انت يا رب، انت خلقتني. وحاول تغمض عينك. وطبعا الشيطان هيحاول يلعب في مخك، يجيب لك افكار كتيرة. معلش قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحاول تدي حب لروحك، كأنك الحب. يا علي ادي حب ازاي؟ احنا اساتذة في الحب. لما تحب حد كفاية نظرات العين. لما تحب حد بتقول له بحبك. لما تحب حد حتى اقول لك على حاجة صغيرة: القطة، الكلب لما بيحبك بيبص لك كده. الحب مش محتاج لغة للكلام. عشان كده وانت غمض عينك وحب روحك التي بين جنبيك. حب روحك. هي ديت النقطة المهمة، انك تعرف احنا مين. احنا مين؟ انا مين؟ انا علي. لكن انا ايه؟ انا كعلي معايا حاجتين: حاجة تبع الشيطان وحاجة تبع ربنا. وربنا مدين لي اختيار. ايه اللي تبع الشيطان؟ النفس. النفس الشيطان على طول بيقول لنفسي اعملي كذا كذا. النفس تيجي تقول لي، وانا لو سمعت كلام نفسي ياما ناس كتير سمعوا كلام نفسهم. ايه النتيجة؟ دخلوا السجن، اتقتلوا، اتنصب عليهم. احكي لكم او اسمع كلام روحي. يعني الاتنين معايا. النفس، تخيل كده النفس هنا والروح هنا جنبيا. اسمع، اختار. ربنا مديني الاختيارين بس. وربنا يكون سعيد قوي لما احنا نحبه ونمشي في الطريق الصح ونحب روحنا. دي نقطة. نرجع بقى. اللي يسمع كلام هواه الشيطان يعدكم الفقر. فنرجع لموضوعنا. الراجل اللي الدكتور اللي في انجلترا واتفق معاه والمستشفى علشان رجلك ترجع. طبعا قالوا $600,000 والكلام ده، بس مش قالوا مباشرة كده طبعا.
يعني ما خدوهاش عملة، يعني ما خدوهاش دفعة واحدة. أول حاجة $50,000 لأن مستشفى خاصة. $50,000 في 50 في 50 في 50 في 50. يا عارفين العلاج استمر حوالي 2 وعلى أمل وأبحاث، وبعد كده كلفوا $600,000 $450,000 كانوا معاه في البنك من الناس اللي نصب عليها، وكان عنده بيتين 3 باعهم للأسف الشديد. وبعد كده ايه النتيجة؟ لم يشفى. لم يشفى. ودلوقتي هو قاعد في بيت إيجار. كنت أتمنى إن الراجل ده كان يسمع الكلام ده قبل ما ينصب على حد. ليه؟ لأن ربنا قالها واضحة في القرآن الكريم: الشيطان يعدكم الفقر. علشان كده اللي يمشي مع ربنا بيوعدنا بحاجات جميلة وراحة بال. واللي عايز الدنيا والآخرة عليه في الطريق الصح. هي دي كانت رسالتي، رسالة مهمة. محدش يغدى حد، من غشنا فليس منا. فرجاء الفيديو ده تقدروا تنشروه بين الناس، لعله يكون سبب في إنقاذ حد قبل ما جسده يموت، ويكون عنده فرصة إن هو يخش الجنة ويضمن الجنة قبل ما جسده يموت ويحس بطعم الجنة. شكرا جزيلا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.